السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة ودايما ان شاء الله بخير. النهاردة معاكم مع اخر سلسلة فيديوهات ازاي تحسب مقاس اي مقاس ايا كان بطريقة المتر المربع من غير ما تسأل حد او تلجأ لحد. النهاردة اعلى موديلات شركة يانسن وهو موديل رويالتي هو اعلى سمكا واعلى مكونات ومواصفات في شركة يانسن، وطبعا الاعلى سعرا. المرتبة بتقدم رفاهية عالية. المرتبة مكوناتها على السريع جزئين. الجزء السفلي من المرتبة هو مرتبة سوست منفصلة، والجزء العلوي طبقة تطرية علوية أو طبقة بلوتوب علوية بها طبقة ميموري فوم وطبقة سفنج سوفت. المرتبة الحقيقة بتقدم مستوى رفاهية عالي. ارتفاع المرتبة 35 سم. المرتبة تعمل على وجه واحد. مرتبة طبعا ممتازة جدا، بالإضافة كمان إلى سوست المنفصلة اللي بتعزل الشخص عن الشخص اللي نايم جنبه أو عن الشخص الآخر مع الحركات الجانبية. وتقدم إحساس وعزل أكتر كمان بطبقة الميموري فوم اللي بتحتوي كمان على طبقة البلوتوب اللي بتحتوي على ميموري فوم وعلى سفنج سوفت اللي بتقدم إحساس ناعم جدا. والمرتبة تبقى طرية أوي وناعمة مع حضرتك، وفي نفس الوقت يعني مستوى رفاهية عالي جدا جدا جدا. مش هنتكلم عن السعر كتير لان هي مرتبه ممكن ما تبقاش زي الموديلات الميموري فون كلها مش منخفضه السعر، لكن المرتبه والمكونات اللي فيها بالمقارنه مع مثيلاتها برضو مرتبه كويسه وتستحق المبلغ المدفوع فيها. بطريقه النهارده هنحسب بطريقه المتر المربع بقائمه اخر قائمه اسعار صدرت لشركه يانسن التي صدرت بتاريخ 3/11/2022 بطريقه سهله جدا زي الفيديوهات الماضيه. ازاي تحسب اي مقاس ايا كان بطريقه المتر مربع؟ ان حضرتك هتجيب حاصل ضرب العرض ايا كان في الطول اللي هنثبته مترين في سعر المتر مربع العادي للمقاسات العاديه والخاص للمقاسات الخاصه. بيدينا بسهوله جدا سعر المرتبه النهائي التقريبي، لان ممكن يزيد 10 جنيه او يقل 10 جنيه، لكن ده تقريبا سعر المرتبه النهائي. طيب هنبدا الاول باسعار المتر بالمقاسات العاديه اللي بتتحسب بسعر المتر مربع العادي بدون اي زياده، وبعد كده هنبدا مع بعض المقاسات الخاصه اللي بتتحسب بسعر متر مربع ازيد شويه، لان طبعا بيضيع فيها وقت اكتر وبيتبذل فيها مجهود اكتر، وبالتالي سعر المتر مربع بيزيد فيها شويه. هنبدا الاول بالمقاسات العاديه وننتهي بالمقاسات الخاصه. المقاسات العاديه الاول اللي بتتحسب بدون اي زياده بسعر المتر مربع العادي بتبقى طبعا المرتبه عرض في طول. العروض المتعارف عليها اللي بتبقى بتتحسب بدون اي زياده تبقى 90 او متر او 120 او 140 150 160 170 180 ومترين. في الاطوال المتعارف عليها مترين او 190 او 195. لكن حضرتك دائما تاخد بالك وانت بتحسب، لما تيجي تحسب بطريقه المتر مربع دايما بنثبت في خانه الطول مترين في كل الحالات. لو عندك المقاس مترين او 190 او 195 بثبت في خانه الطول مترين عشان الناتج يطلع مع حضرتك مظبوط تبعا للطريقه. هنفترض مع بعض او انا هفترض مع حضراتكم ان المقاس العادي بتاعي اللي بيتحسب بالمقاس بسعر المتر مربع العادي انا هختار مقاس 120، لكن حضرتك تقدر تختار اي مقاس تاني مناسب لحضرتك من قائمه المقاسات العاديه. فازاي هحسب موديل رياليتي مقاس 120 سم في حالتي، عرض مرتبه 120 سم للمقاسات العاديه؟ بسهوله جدا بنفس الطريقه هجيب حاصل ضرب العرض اللي هو في حالتي 120 سم. حضرتك طبعا تقدر تختار اي مقاس تاني في الطول اللي هو مترين زي ما اتفقنا، في سعر المتر مربع هنا العادي في حاله 120 سم لان 120 سم من المقاسات العاديه اللي هو ب 3513 لموديل رويالتي بيدينا سعر المرتبه النهائي التقريبي اللي هو 8430. بسهوله جدا وصلت للسعر بدون ما اسال اي حد وبدون اي مجهود. طيب لو المقاس عندي خاص، يعني ايه لو المقاس عندي خاص؟ المقاس عندي خاص يعني مش تبع مش اي من المقاسات العاديه اللي انا وريتها لحضراتكم قبل كده، مقاس مختلف، مقاس مش متعارف عليه. زي مثلا عرض المرتبه عندي يكون 165 او 175 او 123 وهكذا. كل دي مقاسات خاصه بتتحسب بسعر متر مربع مرتفع شويه. طيب احسبها ازاي؟ انا هفترض مع حضراتكم ان عرض المرتبه عندي 165 سم وعايز احسبه لموديل ريالتي. احسبه ازاي؟ بنفس الطريقه. كل اللي انا هعمله ان انا هستبدل سعر المتر مربع العادي بسعر المتر مربع المخصوص في الحاله دي، وهشتغل بنفس الطريقه. يعني ايه؟ انا مرتبتي 165 سم احسبها ازاي لموديل ريالتي للمقاسات الخاصه؟ هجيب حاصل ضرب العرض اللي هو في حالتي 165 في الطول اللي هو مترين في سعر المتر مربع المخصوص، هنا المخصوص اللي هو ب 3860 يدينا سعر المرتبه النهائي
بسهوله جدا. ال 165 سم ده مجرد مثال، لكن حضرتك طبعا تقدر تختار اي مقاس خاص تاني، لكن احنا هنا بنحسب مقاس 165. لو المرتبه كمان عند حضرتك فرمه او ليها شكل مختلف او دائره، كل ده بيتحسب بسعر تاني. بسهوله جدا. هنسيب لحضراتكم في اخر الفيديو وسائل التواصل بينا، اذا كان تليفونيا او عن طريق الواتساب او وسائل التواصل الاجتماعي اللي حضرتك ممكن تعمل لنا فيها لايك وسبسكرايب او تتواصل معانا عليها. يا ريت طبعا كل الناس ما تنساش تعمل لنا لايك وفولو وسبسكرايب على صفحاتنا على اليوتيوب والفيسبوك، لان قليل جدا من الناس اللي بتشوفنا عامله لايك وفولو وسبسكرايب على صفحاتنا. شكرا لحضراتكم، نراكم قريبا في فيديوهات قادمه. السلام عليكم.